السلام عليكم متتبعاتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو جديد في قناتي. اليوم البنات غنبعدوا شي شويه على الكوسميتيك وعلى لي برودوي. غادي ندوزو المتتبعات ديالي اللي متابعيني على قبل النصائح ديال اللي كنعطيكم على قبل الحنه. مهم غنوريكم هنايا تخليطه ديال الحنه، واحد النقيشه خفيفه ظريفه. بالنسبه للباكيه ديال الحنه البنات، كتاخذوا هذه المزيانه تزارين، الثمن ديالها 7 دراهم. هانتوما راه كنحاول زعما نوريكم لومبالاج ديالها باش ما تاخذوش هذيك الاخرى اللي كتكون كحله وعيانه وما كتخرجش زوينه. واللون ديال الحنه البنات كيخصو يكون خضر بحال هكا كيف ما كتشوفوا، والريحه ديالها تكون عاطيه مع تحلي الباكيه، تعطيك ديك الريحه ديال الحنه باش ملي كتكونوا كديروها لشي كليانه ولا هذا كتطلق ليها زوينه، كتطلق ليها لون زوين في يديها و... و... وما كتحاشمكمش مع كلياناتكم. بالنسبه للحنه اللي كنستعملها راه هي هذه. وبالنسبه للنوع ديال الدوليو هو هذا ديال مانارا كلور. وكاين واحده اخرى البنات ديال اطلس. بالنسبه للاطلس فيه غير الكبير. بالنسبه لكم الا كنتو يلاه بادين وداكشي خذوا غير هذا، الثمن ديالو شي 8 دراهم. كيخلي اللون ديال الحنه البنات يطلق لكم غزال واعر قد ما خليتوه، يعني قد ما خليتيو الحنه كتعطي اللون غزال يعني، واللون غادي وكيغمق. راكم عارفين كاينه اللي كتبغي تطلع عليها الحنه اللون ديالها غامق، راه الدوليو يعني الماركه ديال الدوليو من بين الاسرار. وكذلك غادي نخلطوها بالماء دافي وحامضه الا كانت متوفره. بالنسبه للحامض كيزيد يخليها تطلق في اليد. ها نتوما تبعوا معايا الطريقه كيفاش غادا نخلطها. غادا نشد الكميه اللي بغيتها انا من الحنه، يعني حاولوا تخلطوا غير القياس اللي غتنقشوا به باش هكذايا ما تبقاش لكم لا غد ليه. حاجه واحده اخرى البنات، الحنه الا كانت بايته ما تنقشوش بها، يعني ما تنقشوش بها لشي كليانه ولا هذه، خليوها غير تلقوا يديكم شي زواقه وصافي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا اللون ديال الحنه غزال خضر البنات، حتى الريحه ديالها كيف ما قلت لكم زوينه. الريحه ديال الحنه عاطيه، كناخذ منها لا كونتيتي اللي بغيت. بالنسبه للدوليه البنات كديروا غير القياس. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد لا كونتيتي اللي درت، شوفوا شحال غادا ندير معاه باش هكايا منها ما نحرقوش الحنه ديالنا ومنها ما تكحالش. ماشي البنات كتبقاو ترملوا فيها بداك الدوليو حتى كتولي كلها ملبسه بداك الدوليو هكاك، راه كتحرق به الحنه. يعني هكذا ديروا غير القياس وتزيدوا عليها وتبداو تعجنوها شويه بشويه بالماء دافي. وإلا وصلتي حتى لهنايا الغزاله ديالي ما تنسيش انك تشتركي في القناه، هكا غيبقى يوصلك مني كل جديد. والقناه ديالنا راه متنوعه تبارك الله، فيها ما يتشاف فيها ما يعني ما تستافدوا منه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا راني كنزيد في الماء دافي شويه بشويه وكنطربها مزيانه. البنات كتضربوا بالحنه مزيان، علاش؟ باش ملي تكونوا كتنقشوا بها في البرا. مهم انا كنخدم بالبرا ديال الزاج، دابا نوريها لكم. ملي تكونوا كتنقشوا بها في البرا ما تبقاش تقطع. ماشي نتيا مثلا في الفاسي باغا تنقشي الفاسي وكتبقاي تجري في داك الخط وكيبقى يتقطع هكاك، راه كتعصب به الحنه. يعني من الاحسن من الاول البنات تبقاو تضيفوا الماء شويه بشويه شويه بشويه وانتم كتطربوا فيها حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتيو. ها نتوما القبيضه ديالي ما حدكم كتزيدوا، يعني ما حدكم كتزيدوا الماء شويه بشويه وانتم كتضربوا بها الحنه كتبدا تعطيكم داك القوام اللي كيكون ما هو قاصح بزاف وما رطبه بزاف. حيت الا كانت الحنه خفيفه بزاف البنات كتبقى الزواقه ما كتبانش، كتبقى الحنه ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم، ما كتبانش الزواقه. الحنه تكون شي شويه شاده في راسها وفي نفس الوقت تكون كتخرج لكم من البرا بسهوله.